السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا طلاب بريفتو في كل مكان، أهلا بيكم. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير زي ما أنا بخير. أنا مستر سيد رمضان، وإن شاء الله النهاردة هنشرح آخر ليسون موجود معانا في يونت 2، وهو بعنوان Equation and Inequalities. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نخش على الليسون بس تعال الأول أفكرك كده بكام حاجة صغيرين. إن إحنا لما بيكون عندي Equation دي معناها إن أنا معايا side equal side. حلو زي إيه؟ زي مثلا لما اجي اقول لك x equal 2 دي كده equation. انا فاهم ان احنا كده حلينا الايكويشن خلاص، بس طالما في عندي equal دي كده احنا بنسميها equation. طيب مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني ان انا اقدر ازاي احل الايكويشن واقدر ازاي احل الانيكواليتي. طيب اديني كده equation مثلا 2x plus 3 equal وليكن مثلا 5. عايزين نحل الايكويشن دي. والله الايكويشن دي عشان نحلها انا عندي ستيبس كده بمشي عليها. ايه هي؟ اي حاجه مضايقاني جنب الاكس كنت بوديها الاذر سايد بس بالعكس. يعني لو عندي بوزيتيف بوديه نيجاتيف، والعكس لو نيجاتيف بوديه بوزيتيف. لو عندي تايمز بوديه ديفايد، والعكس لو عندي ديفايدد بوديه تايمز. لو عندي باور بوديه بالروت، ولو عندي روت بلغيه بالباور. كلام حلو، كلام زي الفل. طيب انا بشتغل مين الاول؟ اولا انا بشتغل البلس والماينس. بعد البلس والماينس بشتغل التايمز والديفايد. بعد التايمز والديفايد بشتغل الباور والروت. وبكده مبروك عليك، انت حليت الايكويشن. وبالمناسبه هي نفس الستبس دي اللي بحل بقى الانيكواليتي. يعني لو انت فهمت الكام ستيب اللي احنا بنقول عليهم دول، الليسون تقريبا خلص. يعني الليسون مش محتاجين نتكلم فيه كتير. تعال من غير كلام كتير ناخد اكزامبل زي ده. بسم الله. اولا انا محتاج اتخلص من مين؟ اول حاجه البلس والماينس، فهناخد الماينس دي نوديها هنا بلس ال4. يعني 3x ايكوال 9. كنسل ال3 هنا وديها بالديفايد. يعني الاكس الواحده ايكوال ال3. وشكرا احنا خلصنا. اللي بعده عايزين نحل دي. انا هنا عندي مشكله ان انا عندي هنا اكس وعندي هنا اكس، فهاخد الاكس دي اوديها الاذر سايد بس بالنيجاتيف، واخد ال8 دي اوديها الناحيه الثانيه بس بالبوزيتيف. جمع لي 5 اكس كنسل منهم اكس يعني 4 اكس. وهنا 6 و 6 و8. معلش انا دماغي لفت شويه. 6 و8 دي اللي هي عباره عن ال 14. عايزين نتخلص من ال 4. اعمل هنا ديفايدد ال 4. يعني الاكس الواحده ايكوال 7 اوفر 2. دي 14 اوفر 4 ديفايدد 2 ايكوال 7 ديفايدد 2 ايكوال 2. شكرا خلص. اللي بعده عايزين نتخلص من ال1. هوديه الناحيه الثانيه بالبوزيتيف 1. يعني روت 5 اكس دي عباره عن ال5. عايزين نتخلص من الروت 5. ثواني ما تقوليش هنوديه الناحيه الثانيه بالباور. انا عايز اتخلص من الروت 5 ده نمبر معمول له تايمز مع الاكس. فطالما معمول له تايمز هوديه الناحيه الثانيه بالديفايد. تمام، صح معايا، الله يكرمك. ده غير لما اقول لك روت اكس ايكوال 5. هنا في روت على الاكس فهوديه بالباور. يعني اعمل هنا باور 2 هعمل هنا باور 2، يعني الاكس ايكوال 25. انما هنا الروت 5 ده اصلا نمبر، يعني الروت 5 ده نمبر، فعشان اخلص من النمبر اللي معمول له تايمز هوديه بالديفايد. فده معناه ان الاكس هنا ايكوال 5 اوفر الروت 5. كلام زي العنب. بس عندي مشكله. المشكله ان 5 اوفر روت 5 دي مش هلاقيها موجوده عندي في التشوز. امال انت اصلا الكلام ده ما ينفعش. احنا كنا واخدين الترم اللي فات ما ينفعش يكون في روت في الدينومينيتور. فهنعمل ايه؟ عشان نتخلص من الروت هنعمل له تايمز مره فوق وتايمز مره تحت. يبقى 5 تايمز روت 5 اللي هي 5 روت 5. وروت 5 تايمز روت 5 دي طبعا هتديني 5. هكنسل دي مع دي. يعني الاكس الواحده ايكوال روت 5. وبالمناسبه انت ممكن تجي من هنا اصلا. يعني الاكس ايكوال 5 اوفر روت 5 تكتبها على الكالكوليتر وتدوس ايكوال هيطلع لك روت 5 جاهزه معاك على طول. مش محتاجين نتكلم في حاجه تاني في الايكويشن. هنخش على طول في الانيكواليتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الانيكواليتي بس بتختلف عن الايكويشن في حاجه واحده هقول لك عليها بس في الاكزامبل ده. تعال نحل الاكزامبل ده. اولا عايزين نتخلص من النيجاتيف 1 وادي الناحيه الثانيه بوزيتيف 1. يعني ال 5 اكس مور ذان مور ذان ال 14 بلس ال 1 يعني ال 15. عايزين نتخلص من ال 5 يعني الاكس مور ذان. هنعمل هنا ديفايدد 5 يعني ايكوال مور ذان 3. حلو. مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني اجيب السوليوشن سيت واعمل لها ريبريزنت. السوليوشن سيت بتاعتك او خلينا في الريبريزنت الاول. ادي 3. لو تفتكر الانيكواليتي لما كنا بنكتب الانيكواليتي هي الاكس مور ذان صح؟ يعني انا اتحرك في الاتجاه البوزيتيف انفينيتي. واعمل دي داش دي كده. هنا مفيش ايكوال فهسيب السيركل دي مفتوحه كده. طب السوليوشن سيت انا معايا من اول ال 3 لحد البوزيتيف انفينيتي. دي طبعا اوبن وهنا مفيش داشد او مفيش ايكوال فهسيب دي هي كمان اوبن. وشكرا احنا كده جبنا السوليوشن سيت. اللي بعده عايزين نتخلص اولا من البوزيتيف 2 اوديها في الاذر سايد بنيجاتيف 2. يعني نيجاتيف 2 اكس ده مور ذان اور ايكوال نيجاتيف 6 ونيجاتيف 2 يعني نيجاتيف 8. حلوه قوي قوي قوي.
عايز تتخلص من مين بعد كده؟ عايزين نتخلص من النيجاتيف وعايزين نتخلص من ال2. عشان تتخلص من النيجاتيف غير الساين كلها، يعني النيجاتيف 2x نحولها تبقى 2x، والنيجاتيف 8 نحولها تبقى 8. بس خلي بالك بقى، خلي بالك بقى، ده الاختلاف الوحيد اللي بين الانيكواليتي والايكويشن، ان انا لما بغير الساين كلها بعكس الانيكواليتي. يعني بدل ما كانت هي باصه في السايد ده، لا هخليها باصه في السايد ده. طيب لمده دقيقه كده للي حابب يفهم، لمده دقيقه للي حابب يفهم احنا ليه لما بنغير الساين بنعكس الانيكواليتي بتاعتي. بص يعني لو انا جيت قلت لك نيجاتيف اكس مور ذان ال2 مثلا، او خليها نيجاتيف 2. حلو. هل احنا كده حلينا الانيكواليتي؟ لا لسه. ليه؟ اصل هنا في نيجاتيف لازم نخلص منه، فبالتالي هغير الساين كلها. طيب ايه رايك بدل ما نغير الساين ننقل الاكس هنا وننقل النيجاتيف 2 هنا؟ يعني ايه؟ يعني النيجاتيف اكس دي هوديها هنا خليها بوزيتيف اكس، والنيجاتيف 2 اخليها هنا بوزيتيف 2، والانيكواليتي بتاعتي زي ما هي، انا ما غيرتش ساين، انا نقلت من هنا لهنا ومن هنا لهنا، فاتضح لي ان الاكس ليس ذان ال2. صح كده؟ صح. طب انا عشان ما اعملش العمليه دي واستهلك وقت، انا هقول لك النيجاتيف اكس والنيجاتيف 2 بدل ما تنقل النيجاتيف اكس وتنقل النيجاتيف 2، لا احنا ممكن نعمل حاجه اعبط من كل الكلام ده، الا وهي غير الساين هنا تبقى اكس، غير الساين هنا تبقى 2، والانيكواليتي اعكسها، فضلت برضو هي الاكس ليس ذان ال2. وصل لك؟ فلما تلاقي عندك في نيجاتيف، بس ثواني، النيجاتيف ده موجود فين؟ لما تلاقي عندك نيجاتيف جنب الاكس، لما تلاقي عندك نيجاتيف جنب الاكس وعايز تتخلص منه، غير الساين كلها بتاعت الانيكواليتي كلها، بس اعكس الانيكواليتي. تمام؟ فتعالى هنا، احنا هنا غيرنا الساين بقت 2x، غيرنا النيجاتيف 8 بقت 8، وعكسنا الانيكواليتي. ابدا اشتغل عادي خالص، باخد ال2 واديها هنا ديفايدد 2، يعني الاكس الواحده less than or equal 8 divided 2 اللي هي equal 4. يلا اعمل لي represent اهو، ادي ال4 هنعمل سيركل، هنا في ايكوال فهنعملها داش، الاكس ليس ذان يعني هنحرك ناحيه النيجاتيف انفينيتي ونظللها كده. طب عايزين نجيب السوليوشن سيت، السوليوشن سيت بتاعتي ببدا بالصغير اللي هي من اول نيجاتيف انفينيتي لحد ال4. الانفينيتي والنيجاتيف انفينيتي دايما بيكونوا اوبن، ال4 هنا هي كلوزد. شكرا. اللي بعده، اول حاجه وقبل ما تعمل اي حاجه عايزين نتخلص من البراكت، فهناخد ال2 ونعمل لها تايمز هنا وهنا، يعني 2x بلس ال6 ليس ذان النيجاتيف اكس بلس ال4. عايز تعمل ايه؟ هنا في اكس وهنا في اكس، فخد النيجاتيف اكس واديها هنا بوزيتيف اكس، وخد البوزيتيف 6 واديها هنا نيجاتيف 6. يلا جمع لي الكلام ده، 2x وكمان اكس يعني 3x ليس ذان 4 ماينس منهم 6 يعني نيجاتيف 2. عايز تتخلص من مين؟ من 3، اعمل هنا ديفايدد 3، يبقى الاكس ليس ذان، هنا في ايكوال؟ لا مفيش ايكوال، يبقى نيجاتيف 2 اوفر 3، وشكرا احنا كده جبناها. طيب هي نيجاتيف 2 اوفر 3 دي اللي هي بكام؟ مالكش دعوه، سيبك منها، عايزين نعمل لها ريبريزنت اهي، ادي نيجاتيف 2 اوفر 3، هنعمل السيركل، الاكس هنا ليس ذان يعني هتحرك كده وهنظلل دي، هنا مفيش ايكوال فهنسيب السيركل دي كده اوبن. طب عايزين نجيب السوليوشن سيت من اول النيجاتيف انفينيتي الى نيجاتيف 2 اوفر 3. النيجاتيف 2 اوفر 3 مفيش هنا داشت او السيركل بتاعتي مش كلوز، فهسيبها اوبن، وده على طول اوبن. اللي بعده بيقول لي اكتب لي انت انيكواليتي the set of real number greater than ال 19. the set of real numbers دي انا هترجمها لاكس، الاكسات بتاعتي او النمبر بتاعي اللي هو اكس اللي انا معرفوش، ماله greater than ال 19 يعني more than ال 19. حلو جدا. وليس ذان ال 35 وليس ذان ال 35. شكرا. اللي بعده the set of real number اللي هي الاكس between يعني ما بين مين ومين، يعني اكبر من حاجه واقل من حاجه، more than وليس ذان. more than مين؟ اكيد النيجاتيف 5 والنيجاتيف 19. تافه. اللي بعده the set of real number اللي هي الاكس greater than or equal، greater than or equal اللي هو مين؟ الزيرو، وليس ذان بس، ليس ذان بس ال7. شكرا. اللي بعده عايزين نحل انيكواليتي بالشكل ده. انا هنا ايه مشكلتي يا نجم؟ انا مشكلتي ان انا عندي 2 انيكواليتي. طب هتعمل ايه؟ هناخد البوزيتيف 1 المفروض نوديه نيجاتيف 1، بس هنوديه هنا ولا هنوديه هنا؟ الاثنين. يعني هناخد هنا البوزيتيف 1 ده نحطه هنا نيجاتيف 1 ونحطه هنا نيجاتيف 1، فده معناها ان الاكس خلاص اهي بقت لوحدها، الانيكواليتي اهي لوحدها، 3 ماينس 1 2، 9 ماينس 1 8. شكرا خلصنا. طب عايزين نرسمها اهو من اول ال2 لحد ال8،
سيركل سيركل، الاتنين اوبن، ظل الجزء اللي ما بينهم. عايزين نجيب السوليوشن سيت من اول ال2 لحد ال8، ال2 اوبن ال8 اوبن، شكرا خلصنا. اللي بعده عايزين نتخلص من ال4 بالبوزيتيف، يبقى هنا نيجاتيف 4 وهنا نيجاتيف 4، ودول كده يخرجوا لي كام؟ نيجاتيف 16 ونيجاتيف 4 يعني نيجاتيف 20 less than or equal ال 5x زي ما هي less than or equal هنا 9 ماينس منهم 4 اللي هي عباره عن ال 5. عايز تتخلص من مين؟ من ال 5 هنوديها ديفايد، بس هنوديها فين؟ هنا ديفايدد 5 وهنا ديفايدد 5. 20 ديفايدد 5 اللي هي 4 بس هنا في نيجاتيف less than or equal الاكس، 5 ديفايدد 5 اللي هي ايكوال ال1. عايزين نرسم اهو ادي النيجاتيف 4 وادي ال1، سيركل سيركل داشد لان في هنا ايكوال وهنا نفس الكلام برضو داشد، ونوصل ونظلل. بعد كده عايزين نجيب السوليوشن سيت من اول النيجاتيف 4 لحد ال1 والاثنين طبعا كلوزد، شكرا. اللي بعده عايزين نحل دي. والله انا عندي هنا 4 النيجاتيف ده بتاع الاكس، انا عندي هنا 4 وال4 بالبوزيتيف، فهوديها هنا نيجاتيف 4 وهنا نيجاتيف 4. خرج لي كام؟ نيجاتيف 4 ونيجاتيف 4 نيجاتيف 8 less than هنا نيجاتيف اكس less than or equal 16 ماينس 4 يعني 12. عايزين نتخلص من مين؟ من النيجاتيف، غير الساين كلها، دي تبقى 8 دي تبقى اكس دي تبقى 12. طيب والانيكواليتي اعكس، شكرا خلصنا. عايزين نرسم ادي ال 8 ادي ال 12 سيركل سيركل، ال 12 عندها ايكوال يبقى هنعملها داشت ونوصل ونظل. طب عايزين نجيب السوليوشن سيت من اول ال 8 لحد ال 12، ال 8 اوبن ال 12 كلوزد، شكرا خلصنا. خش على اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 لا، ثواني بقى كده وصحصح معايا. انت ايه مشكلتك هنا يا نجم؟ انا مشكلتي هنا ان هنا في اكس وهنا في اكس وهنا في اكس. حلو. طيب دي هنشتغلها ازاي؟ دي ان شاء الله وعليك خير لما تدخل ثانوي هتاخد الطريقه دي الوحيده اللي هتشتغل بيها في ثانوي، بس في طريقه السنه دي هنكشها. ايه هي؟ تعال بس الاول اقول لك الطريقه اللي انت المفروض تحل بيها. احنا الاول المفروض نقسم الانيكواليتي بتاعتي. بص كده، ده المفروض الميدل بتاعي اللي بيفصل ما بينهم، فالمفروض نقسم الانيكواليتي بالشكل ده، دي لوحدها وناخد دي برضو لوحدها هنا، ونحل دي لوحدها ونحل دي لوحدها. تعال نحل الاولى دي. بص كده بسم الله، تعال نحل اول واحده. تعال بس ايه نرفع دول كده فوق شويه هنا مثلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا عندي هنا 4x وعندي هنا 2x، هاخد ال 2x دول اوديها هنا نيجاتيف 2x، واخد النيجاتيف 3 اوديها هنا بوزيتيف 3. جمع لي دول كده. هنا 4x ماينس منهم 2 يعني 2x، مور ذان هنا نيجاتيف 11 بلس 3 يعني نيجاتيف 8. عايزين نتخلص من ال2 هنا ديفايدد 2، الانيكواليتي بتاعتي هنا بقى x 8 ديفايدد 2 اللي هي 4، ونزل النيجاتيف يبقى نيجاتيف 4. كده احنا جبنا اول واحده. تعال نحل الثانيه. انا عندي هنا 2x وعندي هنا 4x، هاخد ال 2x اوديها هنا نيجاتيف 2x، واخد النيجاتيف 3 اوديها هنا بوزيتيف 3. جمع لي 4x ماينس منهم 2 يعني 2x less than هنا 1 و 3 يعني 4 ديفايدد 2 عشان نتخلص من ال 2 يعني الاكس less than مين؟ 4 ديفايدد 2 اللي هي ايكوال 2. كده احنا حلينا دي وحلينا دي. طيب عايزين بقى نجيب الحل بتاعهم. المفروض ان انت بتعمل لي ستريت لاين كده، تكتب دي كانها انترفال عاديه، يعني النيجاتيف 4 وهنا سيركل، هنا مفيش ايكوال فهسيبها اوبن زي ما هي، الاكس مور ذان يعني المفروض ان انا اتحرك كده. حلو حلو. طب الناحيه الثانيه عندي ال2 هنعمل سيركل والاكس ليس ذان يعني هنتحرك كده، وتجيب لي الانترسكشن بتاعهم. الانترسكشن بتاعهم اللي هو مين؟ اللي هو الحته دي. يعني المفروض تقول لي من اول النيجاتيف 4 لحد ال2 هي دي الانترفال بتاعتك. سوري ده الاثنين اوبن، هي دي الحته بتاعتك. او ممكن تعملها حاجه حلوه، شايف الاكس دي وشايف الاكس دي، خلي الاكس في النص. هي الاكس المفروض تكون مور ذان وليس ذان، هي الاكس هنا مور ذان مين؟ النيجاتيف 4، وليس ذان مين؟ ال2. شكرا. وممكن بقى تستبدل اللي انا حليته ده كله بحل تاني اسهل، بس خلي بالك ده بيحصل في حاله واحده بس. ايه هي الحاله؟ لما يكون الاكس اللي هنا زي الاكس اللي هنا. يعني لو هنا 2x وهنا 2x الاتنين زي بعض بالظبط، انا ممكن اخدع المساله، العب لعبه صايعه مع المساله. العبها ازاي؟ تعال نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هنا انت عندك 2x وهنا عندك 2x وهنا عندك 4x؟ ايه رايك لو عملنا لهم كلهم ماينس 2x؟
تاني مش انا عايز اخلص من ال 2 اكس دي وال 2 اكس دي؟ طب ايه رايك لو احنا عملنا هنا ماينس 2 اكس وهنا ماينس 2 اكس وهنا ماينس 2 اكس؟ المفروض ايه اللي يطلع معايا؟ والله هنا بوزيتيف 2 اكس وماينس 2 اكس كنسلوا بعض، يعني هيتفضل عندي النيجاتيف 11. حلو. وهنا 4 اكس ماينست منهم 2، يعني هيتفضل عندك 2 اكس. خلي بالك في نيجاتيف 3 هنا. حلو. للزين 2 اكس كنسلت مع ال 2 اكس، هيتفضل عندي ال 1. مش دي كده الانيكواليتي العاديه؟ ابدا حلها. هناخد ال 3 نوديها هنا بوزيتيف 3 وهنا برضو بالبوزيتيف، دول كده يخرجوا لي نيجاتيف 11 وبوزيتيف 3، يعني نيجاتيف 8. للزين ال 2 اكس، خلاص خلصنا من دي. للزين 1 و 3 يعني 4. عايز تخلص من مين تاني؟ من ال 2. يبقى انا ديفايدد 2 ديفايدد 2، يعني الاكس مور ذان وليس ذان. نيجاتيف 8 ديفايدد 2 يعني نيجاتيف 4. 4 ديفايدد 2 اللي هي ايكوال 2. نفس الحل اللي احنا كنا لسه حالينه، بس بدل ما تقسمها لا هناخد دي سوري، بدل قصدي ما تقسمها وتاخد دي لوحدها ودي لوحدها، لا بنحلهم كلهم مع بعض. بس تاني بنوه، ده بيحصل امتى؟ لما تكون الاكس اللي هنا زي الاكس اللي هنا. تعال ناخد كمان اكزامبل. انا عندي هنا 4x وعندي هنا 4x، الاثنين زي بعض. اذا ماينس 4x ماينس 4x ماينس 4x. جمع لي كده، شوف لي ايه اللي هيطلع معاك. دول كنسلوا بعض، يعني هنا نيجاتيف 1. للزان 3x ماينس منهم 4 يعني نيجاتيف x ماينس ال 1 للزان اور ايكوال 4x ماينس 4x كنسلوا بعض، يعني هيتفضل عندي ال 1. اصبحت انيكواليتي عاديه. عايز اتخلص من نيجاتيف 1، يبقى هنا بوزيتيف 1 وهنا بوزيتيف 1. نيجاتيف 1 وبوزيتيف 1 يعني 0. ليس ذان هنا نيجاتيف اكس ليس ذان اور ايكوال 1 و1 اللي هي عباره عن 2. عايز تتخلص من مين كمان؟ من النيجاتيف. غير الساين كلها، كده كده الزيرو ثابت معايا، وهنا دي تبقى اكس ودي تبقى نيجاتيف 2. اعكس الانيكواليتي، ليس ذان اور ايكوال. شكرا انا خلصت. عايز ترسمها ارسمها. عايزين نجيب السوليوشن سيت، هيبقى من اول الزيرو لحد النيجاتيف 2. الزيرو عندك هنا اوبن والنيجاتيف 2 عندك هنا كلوزد. شكرا خلصت. اللي بعده ده هنا براكت. عايزين نعمل ايه؟ اول حاجه فك لي البراكت، يعني الاكس بلس ال2 ليس ذان اور ايكوال. غد ال 3 هنا وال 3 هنا، يعني 3x ماينس ال 6 ليس ذان اور ايكوال 2 مع الاكس يعني 2x بلس 2 مع ال 4 يعني 8. كلام جميل، كلام زي الفل. بس هنا عندي مشكله. ايه مشكلتك؟ انا عندي هنا x وعندي هنا 2x، مش هعرف احلها. يعني لو قلت المساله كلها ماينس x دي هيبقى لسه فيها x. طب لو قلت ماينس 2x دي هيبقى فيها x، مش هعرف اتخلص من الاكسين مع بعض. طب ايه الحل؟ انت هنا يا نجم ما قدامكش غير حل واحد بس، الا وهو ان انت تقسمهم لتو انيكواليتيز وتحلهم هما الاثنين لوحدهم، تحل كل واحده فيهم لوحدهم. معايا. طيب نبدا اول واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا 3x وهنا x، فهناخد الاكس دي نوديها هنا نيجاتيف x، وناخد النيجاتيف 6 نخليها هنا بوزيتيف 6. جمع لي دول كده. لما تيجي تجمعهم 2 6 اللي هم 8 ليس ذان اور ايكوال 3x ماينس منهم x يعني 2x. عايزين نتخلص من ال2 هنا ديفايدد 2، هيبقى الاكس 8 ديفايدد 2 اللي هي ايكوال 4. كده احنا حلينا اول جزء. الجزء الثاني انا عندي هنا 2x هنا 3x، فهناخد ال2 نوديها هنا بالنيجاتيف وناخد ال6 نوديها هنا بالبوزيتيف لانها هنا نيجاتيف. تمام. دول كده 3x شيل منهم 2 يعني x ليس ذان اور ايكوال 8 و6 اللي هم عباره عن كام؟ 14. وشكرا احنا كده خلصنا اول واحده. كده احنا خلصنا اول واحده. عايزين نجيب السوليوشن سيت. ادي الاكس ليس ذان اور ايكوال مور ذان اور ايكوال مور ذان ال4 ليس ذان ال14. شكرا خلصنا السوليوشن سيت من ال4 لل14، بس ال4 كلوزد وال14 نفس الكلام كلوزد. اللي بعده البروبابيلتي. انت كنت واخدها يا نجم قبل كده. البروبابيلتي دي بتاعت اي ايفنت في الدنيا، دي بتكون ما بين الزيرو وال1. ممكن تكون زيرو فهنخليها زيرو مور ذان اور ايكوال، وممكن تكون 1 يبقى ليس ذان اور ايكوال. طب ممكن تكون اكتر من ال1؟ لا. ممكن تكون اقل من الزيرو برضو؟ لا. في اي ايفنت في الدنيا البروبابيلتي بتاعته بتكون بين الزيرو وال1. هو مديك البروبابيلتي اهي اللي هي عباره عن 3x ماينس 2. مش دي المفروض تكون مور ذان اور ايكوال الزيرو وليس ذان اور ايكوال ال1؟ طب عايزين نحل. بسيطه جدا. هاخد النيجاتيف 2 هوديها هنا بوزيتيف 2 وهنا بوزيتيف 2. جمع دول كده يخرجوا لي 2 ليس ذان اور ايكوال 3x ليس ذان اور ايكوال هنا 1 و2 يعني 3. عايزين نتخلص من ال 3 ديفايدد 3 ديفايدد 3 يعني الاكس ليس ذان اور ايكوال مور ذان اور ايكوال. هنا هيبقى 2 اوفر 3 ما فيهاش سمبليفاي، ودي 3 ديفايدد 3 يعني 1. وشكرا خلصت.
ولحد هنا احنا خلصنا الليسون، بس لسه ما حليناش اكزامبلز. استنى ما تقفلش، لسه ما حليناش اكزامبلز، لان انت لازم تتمرن على افكار، لان هربطها لك بكذا حاجه دلوقتي. فخد نفس عميق وتعال نحل شويه اكزامبلز كده خفاف. احنا تقريبا قدامنا اقل من 10 دقائق، ربع ساعه مش اكتر من كده. بس قبل ما نبدا بقى يا نجم، ما تنساناش ايه؟ في اللايك اللذيذ، الكومنت الجميل، تعمل اشتراك كده او سبسكرايب ايا يكن بتسميه ايه. ويلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لي which of the following equation is an equation of the first degree. انهي equation من هنا تعتبر من الفيرست degree؟ يعني ايه كلمه first degree؟ يعني الاكس فيها تكون x باور 1. هنا اولا انت عندك x و y، فدي ما تنفعش. هنا انت عندك x في الدينومينيتور، دي كان معناها x باور نيجاتيف 1، فدي ما تنفعش. هنا انت عندك الاكس تحت الروت، مالكش دعوه، هقول لك كده بيني وبينك، يعني الاكس هنا هتكون باور هاف، مالكش دعوه بدي دلوقتي، مالكش دعوه بدي دلوقتي. المهم دي كده ما تنفعش من الفيرست ديجري، اذا هي دي. اللي بعد السوليوشن سيت بتاع الايكويشن دي، انت ممكن تحل هنا السؤال ده بطريقتين، يا اما انت تحله مانوال بايديك، يا اما تجرب دول شوف هتنفع معاك ولا لا. تعال مثلا نجرب ال2. شيل اكس حط 2، شيل اكس حط 2. 5 تايمز 2 يعني 10، ماينس 7 يعني 3. هنا 2 تايمز 2 يعني 4، 4 بلس 5 يعني 9. هما الاثنين نوت ايكوال، يبقى اللي انت عامله ده اسمح لي اقول لك كده ان انت ايه، عامل اي كلام. فالاثنين دي او ال2 دي غلط. جرب كده ال5. 5 تايمز 5 يعني 25، 25 ماينس منهم 7 يعني 18. هنا 2 تايمز ال5 يعني 10، 10 بلس 5 يعني 15، برضه نت ايكوال. جرب ال3. 5 تايمز 3 يعني 15 ماينس منهم 7 يعني 8. جرب ال3 الناحيه الثانيه. 2 تايمز 3 يعني 6، 6 بلس 5 يعني 11، برضه نت ايكوال، يعني ال3 هي كمان غلط، فاكيد ال4 هي اللي صح. تعال نجرب كده ال4. حط 4، حط 4. دول كده يخرجوا لك 20 ماينس منهم 7 يعني 13. دول كده يخرجوا لك 8 بلس ال 5 يعني 13 برضو، يعني هما الاثنين ايكوال، يبقى هي ال 4. اللي بعده السوليوشن سيت بتاع الكلام ده. تعال نحل. ناخد النيجاتيف 1 واديه هنا بوزيتيف 1، يعني روت 2 اكس ده ايكوال 2. عايزين نتخلص من الروت 2 واديه تحت بالديفايد. 2 ديفايدد روت 2 مش موجوده هنا، وهي الروت 2، يعني اعملها على الكالكوليتر هتخرج لك روت 2. احنا لسه حالين واحده زيها من شويه. اللي بعده السوليوشن سيت بتاع الايكويشن دي. هنا الايكويشن دي انا حاسسها كبيره، فالاسهل ليا ان احنا نجرب. تعال نجرب مثلا ال 10 سهل. هيبقى هنا 10 ماينس 2 يعني 8 تايمز 4 يعني 32، وهنا 2 تايمز 10 32، 2 تايمز 10 يعني 20. تعال نجرب الناحيه الثانيه. 10 بلس 1 يعني 11، 11 تايمز 4 يعني 44. هل دول هيدوني 44؟ لا، دول هيدوني 52، فال10 غلط. تعال بس ايه نكبر دي كده. اذا دي غلط. تعال نجرب مثلا ال6. لو انت جيت تجرب ال6، 6 تايمز 2 هيديني 4 تايمز 4 يعني 16، بلس 6 تايمز 2 يعني 12. لما نعمل لهم هما الاثنين بلس هيديني 28. تعال نجرب هنا كمان ال6. اثبت بقى. 6 بلس 1 يعني 7، 7 تايمز 4 يعني 28. هما الاثنين ايكوال، يبقى ال6 هي اللي صح. اللي بعده انا عندي ايكويشن اهي، هناخدها بعد شويه. الايكويشن اللي بالشكل ده دي لما بنيجي نحلها هنعمل كروس مالتيبليكيشن. يعني ايه؟ y تايمز 3 يعني 3y ماينس ونيجاتيف 1 تايمز 3 يعني نيجاتيف 3 ايكوال y تايمز 2 يعني 2y، 2y بلس 2 تايمز 2 يعني 4. ابدا احلها. خد ال 2y واديهم هنا نيجاتيف 2y، وخد النيجاتيف 3 واديها هنا بوزيتيف 3. دول كده يخرجوا لي y، ودول كده يخرجوا لي 7. فين ال 7 اهي. اللي بعده على ايه؟ الانيكواليتي. تعال بس نوقف دي ونحل شويه اكزامبلز من هنا. تعالى مثلا ناخد اكزامبل زي ده، زي 10. اول حاجه انت عايز تخلص منها، اولا الابسوليوت فاليو بتاع النيجاتيف 10 ده بيخرج بوزيتيف، يعني 4 ماينس روت 6 اكس، الكلام ده ايكوال 10. خد ال4 وديها هنا بالماينس يبقى ماينس 4، يعني نيجاتيف روت 6 اكس ايكوال 6. عايزين نتخلص من النيجاتيف ننقله الناحيه الثانيه، عايزين نتخلص من ال6 واديها الناحيه الثانيه بالديفايد، يبقى نيجاتيف 6 روت نيجاتيف 6 اوفر روت 6. بس اتفقنا ان الشكل ده ما ينفعش، فاكتبها على الكالكوليتر هتخرج لك نيجاتيف روت 6. اللي بعده ممكن نحل مثلا ده. انت ممكن تحل السؤال ده ازاي؟ باكتر من طريقه. اولا انا اللي مضايقني هنا اول حاجه البلس والماينس. يا مستر مش انت لسه قايل لي دلوقتي ان احنا الاول بنفك البراكت؟ ايوه ممكن افك البراكت وممكن اتخلص من البلس والماينس الاول. ازاي؟ شايف ال 20 دي؟ وديها الناحيه الثانيه نيجاتيف 20. جرب، خليك معايا بس. يعني 4 براكت
روت 5 اكس بلس ال 8 الكلام ده ايكوال، دول لما تعمل لهم ماينس يطلع لي 52. حلو حلو. مش انا ممكن اتخلص من الفور اعمل هنا ديفايدد 4؟ يعني روت 5 اكس بلس ال 8 ايكوال 52 ديفايدد ال 5 ديفايدد ال 4 ده هيديني 1 3 هيديني 13. ابدا حلها بقى. عايز اتخلص من ال 8 هنا نيجاتيف 8 يعني روت 5 اكس ده ايكوال ال 5 عايزين نتخلص من الروت 5 وادي الناحيه الثانيه بالديفايد يعني الاكس ايكوال 5 اوفر روت 5 اللي هي روت 5. دي طريقه. ممكن حد تاني يقول لي لا انا مش عايز دي، انا عايز اشتغل بالطريقه البلدي بتاعتي العاديه خالص. اقول له اشتغل تخلص من الاول من الفور هيبقى 4 روت 5 اكس لما نعمل الفور تايمز هنا بلس 8 تايمز الفور هيديني 32 بلس ال 20 الكلام ده ايكوال 72. عايزين نعمل ايه؟ اعمل سمبليفاي لدول يعني 4 روت 5 اكس دول كده يطلعوا لك 52 الكلام ده ايكوال 75. تخلص من دي سوري 72 عايز تخلص من ال 52 واديها الناحيه الثانيه بالماينس يعني 4 روت 5 اكس ده ايكوال 72 ماينس 52 يديني 12. تمام. وبعد كده عايز تخلص من دي واديها الناحيه الثانيه في الديفايد يعني 4 روت 5 الكلام ده كله ايكوال كام؟ هيطلع لك روت 5 على الكالكوليتر يطلع لك روت 5. فهي اكزامبل مثلا زي ده the set of real number اللي هي الاكس greater than or equal ال 2 greater than or equal ال 2 less than or equal ال 0 less than or equal ال 0. شكرا. تعالى مثلا نحل اكزامبل زي ده. عايزين نتخلص من النيجاتيف 3 واديها هنا بوزيتيف 3 x over 2 more than هيطلع لي 10. تخلص من ال 2 اعمل هنا تايمز 2 يعني الاكس more than ال 20. شكرا خلصنا. اللي بعده اولا احنا عايزين نعمل بلس صح. ما ينفعش اعمل بلس طول ما الديمينيتورز بتاعتي مختلفه. ماشي. طب ايه الحل؟ ان احنا نخليهم زي بعض. ازاي؟ انا شايف ال 2 ممكن اعمل لها تايمز 2 بحيث تبقى 4. تاني ال 2 ممكن اعمل لها تايمز 2 تبقى 4 زي ما عملنا تايمز 2 تحت نعمل تايمز 2 فوق يعني 3x over 4 بلس 2x over 4 الكلام ده more than ال 5. حلو. مش ال 4 زي ال 4 ممكن ناخد منهم 4 واحده ونعمل دول بلس يعني 5x more than ال 5. حلو دي 4. عايزين نتخلص من ال 4 اعمل هنا تايمز 4 يعني ال 5x more than دول كده يدوني 20. عايزين نتخلص من دي اعمل هنا divided ال 5 يعني ال x more than كام؟ ال 4. 20 divided 5 4. شكرا. اللي بعده دول نفس الكلام. ال 3 هنعمل لها تايمز 2 عشان تبقى 6 وهنعمل برضه فوق تايمز 2 عشان يبقى هما الاثنين 6 ويبقى الدينومينيتور زي بعض. تعال ناخد مثلا كام اكزامبل كده على الانيكواليتي. وليكن مثلا الاكزامبل ده حاسه كده شكله رخم بس هو اتفه من التفاهه. انا شايف ال 3 موجوده في الدينومينيتور عشان اتخلص منها. حد يقول لي احنا بنخلص البلس والماينس الاول. لا يا نجم احنا ما بنخلصش البلس والماينس الاول. ليه؟ لان ال 6 اللي هي بلس دي ليها دينومينيتور اهو فلازم اتخلص من الدينومينيتور ده الاول. الكلام ده يحصل امتى؟ يحصل لو ال 6 دي لوحدها يعني اقول لك نيجاتيف 2x اوفر 3 بلس ال 6 لو ال 6 هنا لوحدها انما ال 6 بتاعتك ليها دينومينيتور فبالتالي لازم اتخلص من الدينومينيتور ده الاول. ازاي؟ الدينومينيتور يعني اسمه او يعني ديفايد اوديه هنا بالتايمز تايمز 3 وهنا برضو تايمز 3 وزيرو تايمز اي حاجه في الدنيا يعني زيرو less than 2x بلس ال 6 less than دول كده يطلعوا لي 12. عايزين نتخلص من ال 6 يبقى هنا نيجاتيف 6 وهنا نيجاتيف 6 يعني نيجاتيف 2x less than more than دول يعني نيجاتيف 6 ودول يعني 6. عايزين نتخلص من النيجاتيف غير الساين يعني 2x نيجاتيف 6 والانيكواليتي اعكسها. وبعد كده تخلص من ال 2 ديفايدد 2 ديفايدد 2 يعني الاكس دول كده يعني 3 ودول كده يعني نيجاتيف 3 وشكرا خلصت. تعال نقي واحده تكون رخمه شويه وليكن مثلا ناخد دي. بيقول لي دي acute angle. يعني ايه acute angle؟ يعني more than الزيرو و less than ال 90. ينفع تكون زيرو؟ لا. طب ينفع تكون 90؟ برضو لا. هي more than و less than ما بين الزيرو وال 90. الانجل بتاعتك اللي هي عباره عن 5x بلس 25. عايزين نحل دي. والله هناخد هنا ال 25 نوديها الناحيه الثانيه وبعدين نتخلص من ال 5 نعمل divided لل 5. شكرا كله. اللي بعده بيقول لي obtuse angle at A. يعني الانجل دي هي عباره عن obtuse. يعني ايه obtuse؟ obtuse دي يعني more than ال 90 و less than ال 180 وهنا ال 2x
تعمل ايه؟ عايزين نتخلص من ال2، يبقى هنا ديفايدد 2 هنا ديفايدد 2، يعني الاكس دول يطلعوا لي 45 ودول يطلعوا لي 90. شكرا. حلو قوي السؤال ده. بص يا نجم، بيقول لي عايزين نجيب الدايمنشنز الاول اللي هو مديهاني، اللي هم عباره عن ال 10 وال 2 اكس ماينس ال 4. ده معناه بما انه ريكتانجل يعني ده كمان 10 وده كمان 2 اكس ماينس ال 4. حصل؟ قول لي حصل. طيب هو عاوز ايه؟ عايزين نخلي البريمتر عباره عن 52. يعني ايه بقى الكلام ده؟ هو مين البريمتر اصلا؟ اللي هو السم بتاع كل السايدز، السم اوف اول سايدز. يعني ايه برضو؟ يعني ال 10 وال 10 اللي هم 20، وال2 اكس وال2 اكس يعني ال4 اكس، والنيجاتيف 4 والنيجاتيف 4 يعني النيجاتيف 8. الكلام ده عايزين نخليه 52. مش دي كده بقت ايكويشن؟ حلها. ال4 اكس اهي زي ما هي، تعال بس نعمل سمبليفاي لدول، هيديني 12. ده ايكوال ال 52. عايزين نتخلص من ال 12، يعني ال 4 اكس نوديها الناحيه الثانيه، يعني ال 4 اكس ايكوال 52 ماينس ال 12، يعني ال 4 اكس ايكوال ال 40، لان لما نعمل لهم ماينس يديني 40. ديفايدد 4 ديفايدد 4 يعني الاكس ايكوال 10، يبقى الاكس المفروض تكون ايكوال 10. اللي بعده اللي تخلي البريمتر بتاعك greater than ال 40. يعني ايه greater than ال 40؟ بص البريمتر اهو احنا لسه جايبينه اهو، اللي هو 4x بلس ال 12. عايزين نخليه ايه؟ greater than ال 40. حلها كانها الايكواليتي عاديه، خد ال 12 وديها الناحيه الثانيه نيجاتيف 12، يعني ال 4x more than 40 minus 12 دي تديني 28. divided 4 وديفايدد 4 يعني الاكس تكون more than ال 7. اللي بعده عايزين نخلي الفاليو بتاعت الاكس تخلي الاريا اللي هي لينث تايمز ويدث، يعني ال 2x ماينس ال 4 تايمز ال 10. ماشي كده؟ مالها؟ تكون less than ال 80، less than ال 80. حلو، حل بقى الكلام ده. والله احنا ممكن نخلص من تايمز دي على طول الناحيه الثانيه، او نفك البراكت، بس انا من رايي خد ال 10 وديها هنا ديفايد، يعني ال 2x ماينس ال 4 less than 80 ديفايدد 10 اللي هي 8. عايزين نتخلص من ال 4 يبقى نعمل هنا بلس ال 4، يعني ال 2x less than ال 12. عايزين نتخلص من ال 2 هنا ديفايدد 2، يعني الاكس المفروض تكون less than ال 6. الاكزامبل اللي بعده بقى اكزامبل صايع قوي، لا ريلي صايع، وانا بحب الاكزامبلز دي. سمي الله بسم الله. بيقول لي السوليوشن سيت بتاعتك هي عباره عن ال1 كلوزد وال7 كلوزد. ماشي كده؟ ماشي. هو اولا السوليوشن سيت دي اللي هي مين؟ يعني الاكس تكون ما بين، هنا في كلوز يعني هحط ايكوال ال1 وال7. حصل؟ قول لي حصل. طيب هل دي اكس؟ لا، يبقى لازم اخلي دي شبه دي. طب اخليها شبه دي ازاي؟ بص 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 بص، البي اهي زي ما هي more than or equal x minus 1 divided 2 more than or equal ال a. جميل جميل. عايزين نحلها ونخلي الاكس لوحدها، يعني كاننا بنحل انيكواليتي عاديه. هنحلها ازاي برضو؟ والله هناخد ال2 نعملها هنا تايمز وهنا تايمز. ماشي كده احنا خلاص خلصنا من ال2. وبعد كده عايزين نتخلص من النيجاتيف 1، يعني هنا اعمل بلس 1 وهنا اعمل بلس 1. حلو، بقت الاكس ما بين، الاكس بتاعتك بقت ما بين ال 2a بلس ال 1 وال 2b بلس ال 1. حصل؟ قول لي حصل. طيب هي الاكزامبلز دي المفروض تكون كام وكام؟ المفروض تكون 1 و7. حلو. طب هي الاكس المفروض تكون مور ذان مين؟ مور ذان ال 1 وليس ذان ال 7، يعني المفروض ال 2a بلس ال 1 يكونوا ايكوال 1 وال 2b بلس ال 1 المفروض يكونوا ايكوال 1. كلام جميل، كلام عسل. طيب بعد كده عايزين نحلها كانها ايكويشن عاديه خالص. خد ال 1 ودي هنا نيجاتيف 1، يعني ال 2a ايكوال 0، يعني ال a هي كمان ايكوال 0، لان لما ناخد ال 2 نوديها هنا بالديفايد، 0 ديفايدد اي نمبر في الدنيا بزيرو، كده احنا جبنا ال a. طب ال b خد ال 1 ودي الناحيه الثانيه ماينس 1. ماينس 1 ايه؟ المفروض دي تبقى 7 يا عم، يعني ال 2b بلس ال 1 المفروض يكون ايكوال ال 7 اهي، المفروض تكون 7. خد ال 1 ده وديه هنا ماينس 1، يعني ال 2b ايكوال ال 6 ديفايدد ال 2 هنا، يعني ال b الواحده ايكوال ال 3. شكرا شكرا. طب انا عايز منك ايه؟ انا عايز a تايمز ال b. هي ال a عندك عباره عن كام؟ عباره عن الزيرو، تايمز ال b عندك عباره عن كام؟ عباره عن 3، والزيرو تايمز اي حاجه في الدنيا بزيرو.
وشكرا، والى هنا ايها السيدات والسادة الافاضل والفضليات، نلتقي على خير ان عشنا وكان لينا عمر وكنا من اهل الدنيا. لايك بقى وسبسكرايب واشترك في القناة يا عم، اشترك في القناة يا عم. اشوفك على خير ان شاء الله في فيديوز جاية كتير. سلام.